السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى يوم جديد وفيديو جديد مليان بالطاقة الإيجابية إن شاء الله. هنعمل بقى معاكم أكلة حلوة قبل ما نبدأ نصلي على الرسول ونوحد الله. بصوا بقى، أنا معايا 3 بصلات فرماهم في الكبة بفلفل ألوان، ونزلت عليهم بالتوابل: بصل بودر، توم بودر، معلقة كركم، بابريكا، قرفة، معلقة توم مطحون، قرنفل مطحون، ونزلت بالمستردة والكاتشب، وكان عندي اخر معلقتين صويا صوص برضو نزلت بيهم، وده فنجان خل حطيته عليهم. التتبيله دي بقى للفراخ، ممكن تستعمليها لاي حاجه للفراخ، دبابيس بقى، جنيحه فراخ، شوي كده، حلوه جدا جدا جدا. وهنزل بقى بمعلقه عسل، وهحط معلقه دي بقى معلقه التوم المفروم، وهنزل بقى بمعلقه عسل اسود او ابيض عادي مفيش اي مشكله، ونحط الملح بتاعنا ونظبطه. وهقلب كل الخليط دوت مع بعض زي ما انتم ما شايفين كده، علشان كله بقى يندمج مع بعض ويشرب من بعضه. خلطه رهيبه وكانت طعمها حلو جدا في الفراخ. بصوا بقى، هنا بقى هجيب بقى، خلاص خلصت كده التتبيله، هجيب بقى الصينيه وهرص بقى فيها الفراخ وهغطيها. بصوا بقى شكلها حلو ازاي. هغطيها بقى فويل، وانا مش هدخلها الفرن على طول، كان لسه بدري جدا وانا كنت صاحيه من بدري وكان لسه عندي وقت، فسبتها حوالي ساعه كده في قلب الصينيه. كده خلاص، دي اول حاجه بقى عملتها في الاكل وسبتها بقى على جنب. جبت هنا بقى طاسه فيها معلقتين زبده، ونزلت بالبانيه مقطعاه شاورما، وحطيته شوحته شويه، ومعاه بصل جوليان. بعد ما شوحت البانيه نزلت عليه بالبصل وهقلبه شويه كده. هنا بقى هنزل بمعلقه فلفل اسمر، معلقه بهارات، ومعلقه بابريكا، وهقلبهم تاني عشان كله يشرب بقى من قلب التتبيله، البانيه والبصل. وهنزل بمكعب ماجي. نصلي بقى على الرسول ونوحد الله ونقول لا اله الا الله. كده بقى حطيت مكعب الماجي، ونزلت بقى بالفلفل الالوان. اخر حاجه هحطها على الشاورما معلقه توم مفروم صغيره، دي بقى بتخلي ريحتها وطعمها حلو جدا، بس دي اخر حاجه. بصوا شكل الشاورما اهي، معلقه توم صغيره نزلت عليها وهديها تقلبتين كده وهطفي عليها. بس هو كان الوقت بدري فكنت بعمل بقى الحاجه براحتي وبقفل حاجه حاجه، علشان ايه؟ الحاجه تطلع معاكي كويسه كده وتبقى منظمه في قلب المطبخ. حطيت بقى حله وحطيت فيها حوالي 3 معالق زبده، ونزلت يعني بشويه زيت صغيرين، وحطيت 5 معالق دقيق. وبعدها هنزل بكيلو اللبن. انا على طول بعمل البشاميل 5 معالق دقيق على كيلو اللبن، بيطلع معايا مظبوط جدا وحلو قوي. قلبته بقى شويه، في ناس بتعمله على البارد بيبقى حلو برضو جدا، بس انا بفضل كده، بفضل ان انا احمر الدقيق شويه. هنا بقى هنزل باللبن واحده واحده علشان خاطر ما يكلكعش مني وما يبقاش في اي تكتلات، واحده واحده. ونزلت بمكعبين ماجي. بصوا انا مش بحب احط ملح، هما المكعبين ماجي بيخلوا لي حياء البشاميل حلو جدا. هنا حطيت معلقه فلفل اسمر بس طلعت زايده شويه، ورشه جوز الطيب بتخلي البشاميل حلو جدا على فكره، رشه جوز الطيب. هقلب بقى كله كويس كده في قلب بعض. وجبت هنا بقى قشطه، انا دي طبعا القشطه ديت العلبه دي كل ما بغلي لبن بشيل بقى الوش بتاعه وبحطه ايه في العلبه دي في الفريزر، بتنفعني بصراحه في اكلات كتيره قوي. حطيت بقى معلقه قشطه على اللبن، وهقلب بقى كده. انا حطيت بقى ايه، هنزل بقى بشويه جبنه اهو، دي بقى على فكره بالمعلقه دي جبنه موتزاريلا. انا حطيت بقى معلقتين بقى كده شويه جبنه موتزاريلا اهو. كده خلصت بقى البشاميل. اول بقى ما غلي معايا، هي اول غلوه وطفيت عليه. معايا بقى المكرونه، ممكن تعملوها بسباكيتي برضو بتبقى حلوه جدا على فكره، النجريسكو بالسباكيتي تحفه.
بس انا عارفة الكل هنا بيحب القلم عندي. هنا بقى حطيت كبشتين من البشاميل في قلب المكرونة وقلبتها زي ما انتم ما شايفين في قلب البشاميل، وهنزل برضو بكبشتين بشاميل في قلب الصينية، وهنزل عليها بقى بالمكرونة. هقسمها يعني هحط بقى نصها كده في قعر الصينية وهفردها كويس اهي، وهنزل بقى الشاورما اللي انا عاملاها هفردها كويس في قلب الصينية. دول بقى يا جماعة كانوا ناس بقى غاليين على قلبي، وقالوا هنيجي نقعد معاكي شوية، وانا قلت لهم تنوروا وتشرفوني. فكنت بعمل لهم الاكل والله وانا سعيدة جدا. انا يعني كنت سعيدة جدا بقعدتهم، وكان يوم لذيذ وقضينا يوم حلو قوي مع بعض. هنا بقى بصوا حطيت بقى فوق الشاورما شوية جبن، كان عندي ميكس جبن حطيت، ونزلت بقى بقية المكرونة بتاعتي على الوش، واخر حاجة هحطها البشاميل اهو زي ما انتم شايفين بقى كده. بصوا بقى عشان الصينية بقى كلها تبقى من جواها وبراها بشاميل، انا بعمل حركة كده ايوه، بجيب بقى المعلقة بقلبها او السكينة عندي، وبقعد بقى بفتح كده في قلب المكرونة، بلاقي البشاميل كله دخل في قلب بعض ونزل كله في قعر الصينية، يعني كلها بقت غرقانة بشاميل اهي، ما بتأثرش على شكل الصينية على فكرة. وهجي بقى على الوش هحط بقى الجبن. كانت طالعة والله العظيم والله ما سابوا منها مكرونية في الصينية جابوا لي الصينية ما شاء الله نضيفة يعني ما خلوش مكرونية. بألف هنا وشفا وصحتين وهنا يا رب على كل اللي كل حاجة وعجبته. خلاص بقى خلصنا من المكرونة والفراخ، هنخش بقى على الحاجة الجامدة قوي، الفتة السوري. قلت لهم يعني انا الاكل ده هم اللي طالبينه والله. هنا بقى معايا بانيه، انا مقطعاه مكعبات كبيرة شوية، بقطعه كده مربعات يعني او مكعبات، ونزلت عليه ببصلايه مفرومه ناعم قوي. البصله دي انا طبعا كنت شايله شويه كده من البصل اللي كنت فرمالي الفراخ، حوالي معلقتين كده، وحطيت معلقه فلفل اسمر وقلبته كله في قلب بعض، البصل مع الفلفل الاسمر مع البانيه. هنا بقى معايا حله حطيت فيها معلقتين زبده، ونزلت بيها بشويه توم حلوين يعني، كتري على قد ما تقدري يعني، بس مش كتير قوي يعني، يخلي كل حاجه المظبوطه بتبقى حلوه. حوالي معلقتين كبار كده توم، وهشوحهم. وجبت حوالي 5 ليمونات وعصرهم، يعني 4 ليمونات 5 ليمونات، لان الفتة السوري بتعشق الليمون والخل، تديها مزازة كده وطعم حلو جدا جدا. طبعا بقى نزلت بالليمون على الثوم، ومعاها برضو حوالي فنجان خل اهي زي ما انتم شايفين في الحلة. وهنزل بقى بالبانيه على الثوم والخل والليمون اللي انا حاطه فيه البصل والفلفل الاسمر كله مع في قلب بعضه. دي اول حاجة في الفتة السوري. احنا هنمشي مع بعض بقى خطوة خطوة عشان ما نتوهش مع بعض. هنا بقى نزلت بمكعبين ماجي وهقلبها واغطيها، مش هقلبها بقى تاني، بس هغطيها بقى واسيبها على النار. طبعا هنا بقى جبت العيش، دي بقى الخطوة التانية في الفتة السوري. جبت العيش الشامي وهقطعه مكعبات زي ما انتم ما شايفينه كده بالمقص، هقصه بقى كده. عايزين بقى تحطوه في صينية وفيها معلقة زبدة وتدخلوها الفرن، حلو قوي، بتبقى برضو طعمها حلو جدا. عايزين بقى تحمروه في الزيت زي ما انا ما هعمل برضو متفل وقشطه، بيبقى جميل جدا على فكره اهو. بص هفضل بقى اقطع بقى كيس العيش كله مكعبات زي ما انتم ما شايفين كده. هنا بقى جبت الطاسه وحطيت فيها الزيت ونزلت بالعيش عشان احمره، لان طبعا كنت دخلت بقى الفراخ والبشاميل فما كانش فيه مكان في الفرن يعني، فقلت احمره اسرع ما بياخدش ثواني على النار. العيش الشامي ده يعني بيتحمر سريع جدا. بصوا بقى حمرته بقى كله، انا طول ما انا واقفه بقى كنت عماله القط فيه بصراحه كان طعمه حلو جدا. هنا بقى خلاص دي حله محشي انا كنت لفاها من قبلها، ونزلت عليها بمعلقه
هريسه من اللي انا عاملاها على ايدي في البيت. انا ما بستغناش عن الهريسه دي، بتنفعني في حاجات كتير قوي. ده بقى حله وفيها بقى الرز الابيض بتاع الفته السوري. هنعمل بقى رز كأننا بنعمل رز للفته العاديه بتاعتنا، يعني رز ابيض. معلقتين زبده، وحطيت عليهم بقى، نزلت بالرز ومعلقه فلفل اسمر، وهشوحه بقى كده، وهنزل بقى عليه بالميه. سهله جدا على فكره وحلوه قوي. هي ليها كذا خطوات بس حلو. ممكن تستبدلوا بدل الرز بتاعنا المصري دوت، ممكن تحطوا رز بسمتي برضو، بتبقى حلوه قوي. ده او ده. الصوص بقى بتاع الفته السوري، احنا بقى العاديه بنعملها بصلصه، دي بقى الصوص بتاعها. حطيت حوالي 3 معالق من مايونيز على علبه زبادي، وهقلب فيها كويس قوي. هي المفروض اصلا احط معلقه توم مطحون عليها مفرومه، وشويه خل وشويه ملح. انا بقى يعني ايه، لخصت ده كله وخدت معلقه من الصوص بتاع البانيه اللي انا عاملاه للفته السوري، اللي انا وريته لكم في الحله دلوقتي اهو. الصوص اهو، بصوا. ونزلت بقى عليه كده وقلبته. ما هو الصوص بقى اللي هو في قلب الفراخ، انا مش بخلي الفراخ تنشف، بخلي فيها صوص كده، علشان لما اجي احطها مع الوش بيبقى الصوص بتاعها دوت كده نزل على الرز والعيش، بيخليها حلوه قوي. خدت معلقتين وحطيتهم على الزبادي والمايونيز وقلبتها كده. بس بامانه والله بجد والله جربوها تحفه. بصي يعني نسفوها، انا كنت ماليه طبق ما شاء الله حلو، وبالف هنا وصحتين وهنا. بصوا ادي الفراخ استوت اهي، بصوا بقى لونها جميل ازاي. الصوص بقى اللي جوه في الصينيه ده اهو، بصوا انا حبيت، بصوا استوت قوي ازاي. انا مش برميه، انا باخده في باخده في طبق وباكله مع الرز الابيض، بيبقى حلو قوي. طبعا هنا بقى حطيت لها فحميه، بيدي بقى طعم الشوي، وكان طعمها حلو قوي. دي الفته السوري. انا جبت الطبق، حطيت العيش وفوقيه الرز، ونزلت بالبانيه، وحطيت بقى الزبادي بالمايونيز كده. طبعا بقى المحشي ده بقى شعريه، انا كنت عاملاها ما صورتهاش بصراحه. شعريه كده بالمكسرات، وممكن تحطي بدل المكسرات كبد وقوانص، بتبقى برضو حلوه قوي. وده شكل الاكل، وكانت سفره لذيذه وكان طعمها حلو جدا. وبصوا بقى الفراخ كانت طالعه حلوه قوي، جربوها بالتتبيله دي هتعجبكم جدا.